تخيل كده معايا ليلة هادية في القاهرة. لكن الهوا فيه توتر غريب. الناس مالية الشوارع وعيون مبهورة ومش مصدقة وقلوب بتدق بسرعة من جمال وعظمة الموقف. 22 تابوت ملكي، 22 حقبة زمنية، 22 صفحة من تاريخ حضارتنا العظيم. ملوك وملكات بيمروا قدام عيوننا وعيون العالم كله، ورهبة وأشعارها في كل جسمك مش فاهم هي منين، من عظمة السنين والقرون اللي بتمر قدامك ولا من جمال كل قطعة ومدى الروعة اللي محفور عليها. 3 إبريل 2021 الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير في موقعها الجديد للمتحف القومي للحضارة المصرية. مزيكا بتخترق روح، إضاءات فرعونية واستعراضات مميزة في كل مكان، وعيون المصريين بتلمع بكل فخر، وعيون العالم كله بتلمع بانبهار ودهشة، وكأن التاريخ بيبدأ ويحكي عن التاريخ المصري القديم بنفسه. ساعتها العالم كله يسأل نفس السؤال: إلى أين ذهب هؤلاء الملوك؟ والإجابة بكل بساطة وفخر: لبوابة المستقبل، المتحف المصري الكبير. مصر على مر العصور كانت دايما متحف مفتوح وأثر شاهد على جمال وعظمة تاريخها، من الهرم الأكبر اللي واقف متحدي الزمن ولحد دلوقتي محتارين إزاي اتبنى، لمعابد طيبة وتمثال رمسيس اللي شاف الدنيا كلها بتتغير حواليه وهو على حاله بنفس الهيبة والعظمة، ملك واقف بشموخ. لكن بالرغم ان آثار مصر بتقدر بتلت آثار العالم، ما كانش في مكان قادر يجمع كل العظمة دي لحد ما اتولدت الفكرة: متحف يكون قد التاريخ العظيم ده، مش مجرد مبنى لكن حكاية وطن مهما مر هيبقى أعظم وأقوى، وكل الآثار والقطع الفنية دي شاهدة على ده. سنة 1992 ضرب القاهرة زلزال كبير وتسبب في أضرار في المتحف المصري بمدينة التحرير. وقتها مصر فهمت إن آثارها محتاجة مكان يليق بيه، مكان يضاهي جمال تابوت الملك توت عنخ آمون. وبعد ما مصر قدرت تاني تقوم بقوة من آثار الزلزال، وقدرت تعمل أكتر من حملة لجمع واسترجاع جزء كبير من آثارها المنهوبة، في سنة 2002 اتعملت مسابقة عالمية لتصميم المتحف الجديد، شارك فيها 1550 مهندس وشركات هندسية عالمية من 82 دولة حول العالم، وقدرت شركة هنجان بينج، وهي شركة هندسية معمارية أيرلندية، تفوز بمسابقة التصميم المعماري الخاص بالمشروع. وفعلا تم الإعلان عن التصميم الفائز في عام 2003، وهو مبنى فريد من نوعه وبسيط في تصميمه لكن عظيم في المعنى. واللي عبارة عن واجهة حجرية مع تدرجات وكأنك داخل هرم معاصر، تصميم في احترام للماضي وبوابة للمستقبل. وفعلا وهو كان على بعد خطوات من أهرامات الجيزة، وهو ده كان المكان المناسب. اتأسس المتحف على مساحة 500,000 متر مربع، وهو أكبر متحف أثري حول العالم. في لفتة عظيمة ومهيبة، كان القرار أول ما الزائر يدخل المتحف يستقبله الملك رمسيس الثاني بملامح القوة والهيبة، ملك واقف في صالة كاملة بيستقبلك باسم التاريخ وكده. ومن بعده بخطوات الدرج العظيم، وهو عبارة عن ممر صاعد بيتكون من 60 قطعة أثرية ضخمة: تماثيل، توابيت، أعمدة. بتاخد الزائر في رحلة صعود من الأرض للسماء. من تاريخ البشر لعظمة المصري القديم. وفي لفتة مميزة هتقابل في طريقة قسم كامل للملك توت عنخ آمون، وللمدة طويلة العالم كله ما كانش بيشوف غير 30% بس من الكنوز اللي كانت مع الملك توت عنخ آمون في متحف التحرير. لكن هنا هتتعرف على كل كنوزه وتقدر تشوفها لأول مرة في التاريخ: السرير المصنوع من الذهب، العجلات الحربية في عصره واللي كان هو بيركبها، ملابس الملك ومجوهراته، التماثيل الصغيرة اللي بتضمن رجوع روحه للعالم الآخر، والتابوت العظيم اللي نام فيه كأثر عظيم. المتحف المصري مش مجرد معرض أثري كبير، علماء من اليابان، ألمانيا، فرنسا، أمريكا اشتغلوا جنب أكبر العلماء المصريين علشان بس يحافظوا على حضارة قعدت آلاف السنين. هنا بيحصل مجموعة من أكبر الإجراءات العلمية المهم: تحليل دي إن إيه للمومياوات، ترميم برديات دقيقة، دراسة ألوان وفنون المصري القديم، حماية الآثار من الانهيار أو التلف. وخلال التحضيرات دي اكتشف المصممين أدوات ما اتعرضتش قبل كده، تماثيل كانت متخزنة لمدة 70 سنة، أجزاء من مقتنيات نادرة ما اتعملهاش فهرسة قبل كده. وزي أي فكرة بتبدأ تتنفذ بيحوم حواليها أفكار غريبة. من أول ما اتقال إن ملوك مصر هتتجمع كلها في مكان واحد، الناس بدأت تتكلم عن لعنة الفراعنة،
وعن حاجات ومواقف غريبة بيتعرض لها العلماء والعمال اللي بيشتغلوا في المتحف، وإن التجمع العظيم لكل الآثار دي اتسبب في قوة غريبة بيحس بيها اللي بيدخل المتحف لأول مرة. وكل ده طبعا مجرد اعتقادات لا اتأكدت ولا حتى اتنفت، لكن الشيء اللي كل لاحظه إن كل مرة مصر بتقرب فيها إنها تفتح متحف يحصل حدث عالمي غريب، واتقال على لسان أكتر من عالم إن كل اللي بيحصل ده طبيعي وحصل قبل كده مع أماكن وأحداث تم اكتشاف فيها آثار أو افتتاح مقابر أو حتى أماكن أثرية، وإن المتحف مش عايز حد يفتحه غير لما هو بس بيختار الوقت المناسب. المتحف مش بس مشروع سياحي، ده مشروع هوية، بنقول للعالم إن مصر أصل الحضارة، واحدة من البلاد اللي صنعت العالم. وبعد كتير من التحضيرات والخطوات المهمة والتجهيزات العظيمة والجهود اللي بذلها كل فرد شارك في المكان العالمي ده، المتحف المصري الكبير خد القرار وعلى بعد أيام من الافتتاح كبداية فصل جديد بنكتب فيه تاريخنا. وقبل ما نقفل صفحتنا، عايزك تجاوبني على سؤال واحد: لو انت ملك من ملوك مصر العظيمة كنت هتختار تبقى مين؟ سيب إجابتك في الكومنتات، وفي النهاية ما تنساش تتابعنا وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا تدعمنا باللايك والشير سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك، ولو عندك قصة عايزنا نحكيها يا ريت تسيبها لنا في الكومنتات. ما تنساش، مصر تأتي ثم يأتي التاريخ.